دايما بعيش اللحظه، بس في وقت ما انا اتفرج على التيك توكر والبلوجر وكده، او ما الاقيهم بيخرجوا وبيتفسحوا وكده. يعني امال انا عايش اللحظه؟ مفيش، ما بعرفش اعيش اللحظه خالص. حياتي ملهاش معنى تماما، مش عارف اعيش حياتي خالص. ياه. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا حاسس ان انا تايه كده وحياتي ملهاش معنى خالص. والله يا محمد، هو حوارك ده مبني على ايه؟ اللي انت بتاخد جرعات كبيره قوي من الدوبامين، والكلام ده وحش ليك قوي. اللي انت اصلا بتعيش في الخيال، وهم الخيال اساسا. انت المفروض تعيش اللحظه بنفسك. مثلا دلوقتي يا محمد، انت بتروح مكان عديم رفاهيه، بس تلاقي فيه ناس بسيطه جدا، ولكن بتلاقي الابتسامه على وشهم الجميل. لان فعلا الناس ديت بتعيش اللحظه، فاهمه قدر التعب، وفاهمه اللي هي مثلا ايه، رايحه تغير جو شويه. امال انت اصلا، انت دماغك باظت خلاص من الفيديو تحفيزي، فيديو طبخ، فيديو مش عارف ايه. انت دماغك من كتر التحفيز باظت. انت المفروض تقطع عن السوشيال ميديا دي اساسا. اي حاجه تديك جرعه دوبامين بايظه او رخيصه، تبعد عنها خالص، لان ده خطر على نفسيتك جدا. فانا زي ما بقول لك، اقطع عن النت خالص، اقطع عن السوشيال ميديا، اقطع عن كل الكلام ده. عيش لحظتك، عيش حياتك انت، مش حياه مزيفه من ناس تانية. انت بحياتك انت، مش بحياه الناس التانية. شكرا يا معتز، فعلا والله الكلام ده صح. لان فعلا انا يعني بتفرج كتير على الكلام ده، واول ما اعيش ما بعرفش اعيش اللحظه. عرفت كده ان الحاجات دي اصلا خيال. عامل زي ايه؟ اللي انا واخد كار مش كاري، او واخد مكان مش مكاني ده. وفعلا فعلا، لا شكر على واجب يا عم، احنا ما كده عشان نساعدك.